اهلا بيك في قناه مهندس الالعاب. مبدئيا انا جايبك النهارده عشان تخوض معايا التجربه. انا هوديك المريخ وهرجعك كوكب الارض تاني. ليه؟ لان انا النهارده يعتبر اول قناه عربيه اشوفها بتقدم المحتوى ده. مبدئيا يا حبيب قلبي هتخوض معايا التجربه في الليجو. ازاي؟ ايه الليجو ده اصلا؟ في ناس كتير جدا ما تعرفش ايه هو الليجو. مبدئيا ده شكل طياره، الشكل بتاعها خرافي. اوكي، جايه كام قطعه؟ جايه 229 قطعه. المفروض يعني المفروض واخدين بالكم ان احنا نعمل الشكل ده. نبدا نفتح الكرتونه ونشوف مكونات الليجو. يا سلام، حصل خير ولا اي حاجه. مبدئيا ده كيس اوكي في عدد، وده نفس الفكره، وده كيس اخر قطع. المفروض 229 قطعه. مبدئيا الناس تكتب في الكومنتات هي بتتابعني من فين. مثلا عايزين نعرف اكتر دوله هتكون مستحوذه على الفيديو. هنطلع كام كيس كده؟ كيس 2 3 4، وبيجي معانا هنا كتالوج عشان نبدا نمشي عليه. اوكي، اول حاجه هفتح الكتالوج وهشوف هبدا بايه. ده المفروض الشكل النهائي اللي هنوصل له. اوكي، يعني انا بدات اجمع ليفلات هنا 1 2 3 4 5 نفس الفكره. بدات اجمعها مجاميع. ده رقم 1 2 3 4 5 بالترتيب زي ما هو كاتب لي هنا. انا اول مره اجمع المكان. المفروض احنا هنعمل شكل ايه؟ طياره، صح كده؟ بسم الله. هنبدأ نبص كده. هو جايب لي بالترتيب وجايب لي هنا الشكل بتاعها اللي المفروض أجمع عليه. يعني بسط لنا الدنيا كده. عملنا أول قطعة، نخش على رقم 2. تاني قطعة، الحمد لله عملنا تاني قطعة. شايفين التفاصيل بتاعت القطعة؟ شايف الجمال؟ رقم 1 رقم 2. تالت مرحلة، أخيرا جمعنا تالت مرحلة. الموضوع جميل جدا وبياخد حبة وقت بس ممتع. مبدئيا عظمة. يلا على رابع مرحلة. وجينا لرابع مرحلة. الحمد لله بفضل الله عملنا رابع مرحلة. الموضوع شفتوا بياخد وقت شوية بس مبدئيا بيشغل حرفيا التركيز، وبيشغل كل أعصاب إيدك وبيشغل كل أعصاب دماغك. مبدئيا الموضوع بيحتاج تفكير وتركيز بس ممتع. أنت بتفكر وبتشغل دماغك حرفيا، بس الموضوع جميل. أوكي، البداية على فكرة أنا كنت قلقان إن أنا معرفش أتعامل فيها، بس حرفيا فعلا لما بدأت أجمع الأشكال بالترتيب زي ما هو كاتب لي كده لقيت الموضوع بسيط جدا. اوكي، عملنا دلوقتي 5 شكل بالشكل ده. مبدئيا الموضوع جامد جدا. ودلوقتي جمعنا الشكل السادس. المفروض بدأت تبان معالم الطيارة. شايفين الجمدان؟ يلا بينا نبدأ. رقم كام؟ رقم 7. مبدئيا 7 8 9. الموضوع ده يا جماعة بيريحك، لأن أنت لو سبت سبحان الله الموضوع ده هيعلمك التنظيم، إن أنت تكون منظم في كل حاجة. مبدئيا دلوقتي النظام ريحني جدا جدا جدا. أوكي، لكن السوق الخميس ده ما ينفعش. أنا سعيد باللي وصلت له ده. وصلنا دلوقتي للمرحلة التاسعة. فاضل لنا إيه؟ فاضل لنا يجي 6 مراحل أو 5 حاجة زي كده. مبدئيا يلا بينا على المرحلة رقم 10. مبدئيا زي ما حضراتكم شايفين كده الصواريخ هنا. طبعا دي قاعدة صواريخ. أنا الآن عمال أجمع، أنا مش عارف فين وش الطيارة من ظهرها، يعني فاهمين؟ بصوا يا جماعة، أنا وصلت لمرحلة حاجة يعني اختراع. أقسم بالله اللي عمل الميكانو ده أو الليجو، اللي عمل الليجو ده مش طبيعي. شخص مبتكر بطريقة غير عادية. بصوا كده، هنا في مكان قاعدة الصواريخ. يعني أنا هنا قفلت كده. أوكي، بصوا العظمة. يعني حرفيا اللعبة دي جامدة جدا جدا جدا، لأن أنت بتبدأ تصمم طيارة حقيقية. بصوا كده قاعدة الصواريخ دي، يبدأ يفتحها بالشكل ده. اوكي اهي 1 2.
اضرب الصواريخ بتاعتك يا باشا. يلا بينا نعدي على المرحلة اللي بعديها. أخيرا حطينا العجل. مبدئيا اللي عامل الليجو ده مبدئيا الشخص ده عبقري، لأن كل حاجة بتفاصيل غير طبيعية. كل قطعة يا جماعة بتفاصيل غير طبيعية. احنا دلوقتي حطينا العجل، وصلنا 90% يجي من تجميع الطيارة، فاضل شوية فنيات كده عشان نجمع الطيارة. الطيارة اهي العجل بتاعها بيمشي بسلاسة جامدة جدا. شايفين التفاصيل؟ وصلنا لمرحلة جامدة جدا. ويا جماعة أنصحكم بجد إن أنتوا تجيبوا ميكانو وليجو، عشان هيفيدكم جدا جدا جدا، هينمي مبدئيا، هينمي فكركم جدا بطريقة غير عادية، لأن محتاج تفكير وتركيز وبياخد وقت كده. بس حرفيا أنت بتحس إن أنت الوقت اللي بتضيعه في اللعبة دي بفايدة. يلا بينا نكمل الفينش الأخير. وصلنا لمرحلة النفاسات، اوكي، للنهاية يا جماعة. يلا بينا نكمل شكل الطيارة الحربية الجامد ده. تعالوا كده بقى اقول لكم اخر قطعة في الطيارة. دي اخر قطعة طبعا هنحطها في الطيارة. مبدئيا احساس جامد جدا جدا وانت بتفنش الشكل اللي انت بدأته وكنت متأكد او كنت واثق ان انت مش هتعمله اصلا. وشوية حاجات زادت معاكم طبعا بزيادة. الحاجات دي بتهيألي تتحط يعني. وده مفتاح عشان لو بدأت، او مفك عشان لو حبيت تفك الطيارة وتجمعها تاني. اوكي، مبدئيا ده بقى السلسلة بتاعتها. ده كان شكل الطيارة. اوكي، بتبدأ تطلع اهي. انت لو حطيتها ديكور خدت مننا وقت كبير جدا مبدئيا، بس الفكرة بتاعت الليجو عجبتني جدا. حسيتها فعلا مختلفة ومميزة. ونيجي نبص هنا يا جماعة على التفاصيل بتاعت الطيارة، بتلاقي الشكل ده بيتشال ويتحط، واخدين بالكم؟ وجينا اخيرا لنهاية الفيديو. مبدئيا لو المحتوى عجبك ما تنساش تشترك في القناة عشان تتابع كل جديد. سلام يا بطل.